وسهلا بحضراتكم في لقائنا المتميز. كان معتاد لقاءاتنا دايما متميزة، بس لقائنا ده أكثر تميز، بيوثق العلاقة اللي بيننا الممتدة منذ أكثر من عقد من الزمن. يعني شراكة حقيقي ما بين شركة GMV، شركة العالمية اللي لها فروع تقريبا في معظم أنحاء العالم، مع شركتنا الدولية ذات خبرة في مجال المصاعد من 30 سنة. وحرصا دايما من شركتنا وامتداد التعاون بيننا إن احنا بننتهز الفرص ونعمل لقاءات مع بعض دايما تثبت وتؤكد الشراكة المستمرة. مستر منير الأخ العزيز، مسؤول التصدير التجاري، تفتكر أول لقاء بيننا لما تقابلنا مع بعض منذ أكثر من 10 سنين كان إيه انطباعك وإيه رأيك وإيه الانطباع المبدئي في الأول لقاء؟ ده كان لقاء تفاؤل وطموح في تطوير العلاقات بين GMV الدولية، اللي لقاء كان له أكثر من 10 سنين. كان في تفاؤل إن شاء الله من أول لقاء كان في طموح وتفاؤل. والحمد لله مع الوقت يعني كل الطموحات والتفاؤلات حققت وفاءت. صحيح، ده كان لقاء ودي. انت حتى اخدتني بالترحاب كأننا يعني نعرف بعض من زمان يعني، فحصل ارتباط بيننا وبعض، حتى ارتباط ودي قوي من بداية اللقاء يعني. طور العلاقة حقيقي 10 سنين بيننا كإخوة وبين الشركتين. وصارت بيها علاقة طويلة أو بيننا، وبقى حتى علاقات GMV بفريندز وأصدقاء وكده. وانس فايد الغالي، تعرفنا على مستر جوان. Mr. Juan, welcome to Egypt again and again. Mr. Juan, as a marketing director in GMV Europe, I think you're working in Egypt in GMV since 2010. Yeah, very long time. So, from your experience, we need to know what is the most common application for GMV company? El GMV es fabricante que inició en 1958. Actualmente tiene más de 67 años de experiencia en el sector de la elevación. Inició con la fabricación de equipos hidráulicos, pero tenemos más de 20 años de experiencia en la fabricación de accesorios. Very good. Mr. Juan, so let me take more knowledge from you. In Egypt, we have some problem in choosing, as for the customer, how to choose the suitable hydraulic system for his home, or maybe the suitable elevator for his home. What's your recommendation? What's your advices we can tell the customer when he comes to choose his elevators? For the customer, it's very important to take the decision at the moment to use the type of application, the elevator, in the case of home or essential lift, and take correctly the dimensions, the rotor loads, the travel, and also in the case of the compact lift, the pitch and the headroom available. Very good, very good. Mr. Faiz? مستر منير، أنا العلاقة بدأت من أكثر من 10 سنين. كان توقيت ده مصر يعني كان بنسمع عنه أخبار كتير. كان إيه معرفتك بالسوق المصري قبل ما نتقابل؟ أو كان إيه خبرتك أو إيه معلوماتك عن السوق المصري قبل ما نتقابل؟ الحقيقة 10 سنين فاتت كان الأخبار يعني والمعلومات عن السوق المصري كانت قليلة. تم تطويرها، معرفة أكتر السوق المصري بعد معرفة حضرتك، بعد ما تعرفت GMV والدولية على السوق واحتياجاته وطلباته وتلبية حاجات السوق. ده انت دفعة للمنتجات GMV ولتطوير منتجات GMV وتعريفها أكتر في السوق المصري. يعني شكل كده العلاقة بعد ما حصل بيننا شراكة وتعاون مع السوق المصري اختلف. شراكة قوية، بقى فيها تعاون مثمر، تعاون وثيق، بقى فيه تعامل مستمر وبينمو سنة بعد سنة. بالفعل يا باشمهندس، لما بعد علاقتنا تم يعني فهم كويس للسوق المصري واحتياجاته وطلبياته، وتم الاشتغال في منهج إنه يتم تطوير احتياجات السوق على حسب الطلبيات اللي بتيجي منه. وده حقق نمو حضرتكم في الفترة دي مع الدولية
يعني فاق الحمد لله التوقعات والطموحات. يعني هل انت كنت متوقع حجم هذا النمو، مستوى هذا النمو ما تقابلنا، ولا زي ما قلت لحضرتك الحقيقة إنه فاق التوقعات الحمد لله والطموحات الأولية. طب يعني الحمد لله فاقنا التوقعات، حطينا صورة في الأول في التعاون، لقينا الحمد لله النمو مستمر وفاق التوقعات. صحيح، وده كنتائج يعني رحلة مشرفة. نأكد الكلام ده مع مهندس فادي مع جوان. Mr. Juan, let's talk more technical. I want to, from your experience, as far as I know, GMV has more application recently, and now it's working with complete package elevators, right? Not only hydraulic, maybe traction too, right? Very good. So for me, what is the major differences between hydraulic systems and traction systems? For me, as like maybe a beginner, maybe someone new to the field. So I want to know what is the major differences and how to choose between them. Now the main features between traction and hydraulic lift is the part of the drive system. Okay, in the case of hydraulic lift, we use the power unit in the jacks. In the case of traction lift, we use gearless or gearless motor with a counterweight. But the difference between choose hydraulic elevator or traction lift is the number of floors. In the case of hydraulic, is resolution from 2 to 6 floors. Very good. In the case of traction lift is more than 7 floors. The car speed is very important. Hydraulic lift standard is up to 0.6 meters per second, or now with the electronic valve it's 1 meter per second. It's not a problem. Yes, very On good. the traction lift, the average speed is more higher. And the third selection is the type of traffic that they use. In the case of home lift or residential lifts, the hydraulic lift is a good solution. All the studies in Europe say that it's a the cost installation, the cost of maintenance, the life of cycle of the hydraulic lift is more than better than the traction lift. And in the case of height traffic, in the case of towers, in the case of high towers, commercial, similar, traction lift is a good solution. Then choose between one or another. It's not easy. It depends of the levels, speed, traffic of the each lift. I think it's not like bad or good thing. It's what's suitable for your application. Maybe we can talk about like home lifts. There's some applications very good in hydraulic systems and others maybe very good also with the tractions, right? So it's not about like good or bad or something old or something new. It's maybe different concepts, right? Different methodology, different applications. But both of them are very effective and doing their job very good. So I want to go to another part. Maybe it's a little bit comedy for us, or maybe I think it's maybe worldwide too. We have lots of myths about hydraulic systems. I'm gonna talk about like our market, Egyptian market. Here, lots of people think about hydraulic systems, which is working with oil. So it's gonna be has lots of leakage, oil leakage. Has very, very low speed. Maybe also they think it's very, very expensive. So can you make it clear for us? Maybe if the hydraulic solution is in wood, maybe GMB don't have more than. Yes, yes, very good, yeah. Okay, that yeah. In the case of the hydraulic solution, there are some type of myths about this type of solutions. The use of oils, for example, in the case, it's very important to determine a good quality oil. And for example, in Europe, you have a lot of hydraulic lift of more than 25-30 years old working, no problem. Then it's maybe it's a good product. The durability of the hydraulic lift is a very long. The life cycle is more than 25-30 years, no problem. Then it's a very strong product. But it's determined to do from the first population correctly, the power unit, the use of the oils, and also the maintenance, determine the life cycle of the hydraulic. Maybe in the past, maybe
could be these situations. Problems, yeah. With the new mechanical valve, with the new electronic valve, with the use of new oils and fluids and this technology, the quality of this product is excellent, the top quality. We have a lot of our slogan is more than 1 million lift. Wow. With technology GMV. Then What is the lifespan of the hydraulic lift? Like, do I need to change the oil regularly? It has a lifespan. Maybe for the tractions can live longer. Can you talk about like this more? I think both are the same. You can correct me. the cost of the maintenance of the hydraulic lift always is more cheaper than the traction. This is of the studies from Europe say the cost of the maintenance is more cheaper. The use of the oil or the use of the power unit, it depends on the situation, the traffic, the maintenance. But if you use correct situation, have a good dimension, the cost of the maintenance type of oil, the life of cycle is more than 30 years. It's only to control that is working correctly this lift. بس يا فايز، عايزين نتكلم اكتر عن انا واحد دلوقتي عايز اركب مصعد في البيت عندي. ايه الستبس؟ ايه اول خطوه المفروض اعملها؟ اروح لمين؟ اعمل ايه؟ واسترشد بمين؟ عايز اعرف الصح والغلط. مستر منير يقدر يجاوبنا على الكلام ده برضه. مستر فايز، وبرضه محتاجين نتكلم اكتر عن الكومبليت باكج، المصاعد المتكامله اللي بتقدمها GMV. اتفضل. بداية مهندس فادي، لو أي حد طبعا بعد الخبرة اللي خدناها مع الشراكة الممتدة من 10 سنين، إن فكرة توصيف المصعد وتوصيف المنتج دي بتحتاج خبرات، وبتحتاج لازم أسأل الناس اللي هم اوريدي مصنعين. فبنبدأ بالمصعد بصفة عامة بدراسة. احنا محتاجين دراسة، محتاجين بعض البيانات، أحمال، شوارك بتاع. بعد كده من خلال الدراسات المخصصة من شركة GMV بنقدر نحدد القدرات المناسبة، بنقدر نحدد السرعات المناسبة، ونحدد الأحمال المناسبة، بتدينا منتج بعد كده ما يبقاش فيه أي مشكلة وعالي جدا من الكفاءة. مستمرين صحح لي الكلام ده مظبوط كده؟ الجواب اللي كنت هقوله أنا كمان قبل ما يتم يعني أخذ بالاعتبار بأسانسير يعني في البيت ولا في الفيلا، مكان عمومي ولا مكان حتى خصوصي، لازم من دراسة. وجيمفي بتوفر الدراسة دي عن طريق يعني برنامج خصوصي تعتمده جيمفي، وبتديه حتى لعملائها إنهم يستخدموه عشان يدرسوا نوع البيستم، نوع اليونت، المسافات، الحركات في الساعة اللي يناسبوا كل بيت، كل مواصفة، وكل يعني استشاري. فبالدراسة دي بنتجاوز مشاكل اللي تقدر ممكن تقابلنا في المستقبل. يعني بالأطفال بنتكلم حتى 60% 70% بنتفادى مشاكل من النوع اللي البس ده حقيقي أو يونت مش متناسبين ولا مش حقيقي. وده المنهج حقيقي اللي اتعلمناه واخدنا من مجرد البداية مع GMV. تعلمنا ان احنا نشتغل بمنهج دراسات يعني. عشان كده كان عندي سؤال تاني نقدر نجيز فيه الكلام ده كله، لان ده كان سبب من اسباب نجاح العلاقة ونجاح الشركة ونجاح انتشار المنتج. فاحنا قلنا من شوية ان احنا الحمد لله النمو فاق توقعات. فعايزين نعرف ايه اسباب النمو وايه اسباب الثبات والاستمرار. والحمد لله بقى الفكر اتغير تماما عن المنتجات البتروليك عن ما كان قبل كده. فايه اسباب النمو؟ والحمد لله الدنيا بتزدهر يعني. نمرة واحد شريك قلت لي ان احنا بنشتغل بمنهج دراسي، نشتغل بمنهج علمي، ان احنا بنقدر نحدد الحاجات التانية. 2 بقى اكيد في حاجة تانية. نمرة 1 دراسة، 2 جنبنا انتوا دايما في الدعم الفني. الدعم الفني يعني كان مسار تدريب لحضرتكم وللتقنيين بتاع حضرتكم على طريقة استخدام المنتج. دي كانت نقطة حتى هي مهمة في نمو GMV في السوق. يعني مش منتج اللي السوق يتصرف فيه زي ما هو عاوز. كان يعني في دورات تدريبية، ده اللي طور الاستمرار والعلاقة بين الشركتين في
السوق؟ يعني نقدر نصيغ الموضوع ده في 3-4 نقط. نمرة 1، احنا بنشتغل باسلوب علمي دراسة، بنحدد الاول احتياجاتي. 2، حضرتك GMV موجودة جنبي بالدعم الفني والتدريب والتعليم المستمر، الدورات اللي احنا عملناها وندوات واللقاءات ومستمر، ودايما بنتعرف على كل ما هو جديد وحتى على الطلبيات والاحتياجات، صح، الاحتياجات الجديدة للسوق. ده حقيقي. يعني 3 نقدر نقول 3: توفير ما يحتاجه السوق المصري من منتجات. بنشر محتاج حاجة معينة، الهوم ليفت مثلا منتشر، بنبتدي نركز على الهوم ليفت، نحط منتجات بما يتناسب مع السوق المصري. صحيح. طلب السوق المصري، عشان السوق المصري زي ما بتشوف حضرتك زي ما بنشوف احنا كمان في تطور مستمر، احتياج لمنتجات جديدة من بينها حتى الكومبليت باكج. بمناسبة النظرة عن السوق المصري يا مستر منير، حابب أعرف تطور نظرة GMV كخبير أوروبي إيطالي عالمي من السوق المصري من 10-15 سنة حتى الآن. إيه الاختلافات؟ والنظرة دلوقتي شكلها عامل إزاي؟ في الفترة دي في ال10 سنين زي ما بنشوفوا حضرتكم، زي ما بيشوف السوق المصري نعمل فيه تطور واجتهاد كبير، يعني تم تطويره بشكل يعني كبير اللي خلاه ينفتح على طلبيات حتى جديدة من العالم وما بين وشركات عالمية اللي ما بيننا وبين. فالنقطة دي ادت حتى السوق المصري دفعة استمرارية. السوق اشتغل بنفسه الأول، وبعدين لقى يعني ترحيب من منتجات عالمية. هي أعتقد ده برضو بدفعة كبيرة من الحكومة المصرية إن هي دخلت في الإنشاءات وطورت من المجالات كتيرة قوي. برضو حابب أسأل سؤال لحضرتك وسؤال مستر جوان، عايزين نعرف إيه الجديد على GMV؟ إيه اللي بتحضره GMV دلوقتي جديد؟ الناس دلوقتي عرفت GMV ومتابعة أخبارها أول بأول، عايزين نعرف إيه الجديد؟ إيه المفاجآت اللي نقدر نقول خبر هنا نقوله حصري أو الناس تبقى عارفة المعلومة من أول مرة نعرفها من هنا؟ دائما GMV يعني من المنتجات الجديدة ده منتج يقول إنه مش جديد بس تم تطويره بتقنيات جديدة كبيرة على حسب القانون الأوروبي، ويتم كمان تطوير المنتج عشان نرقيه يعني. بس سمعنا إن في أخبار جديدة برضو عن أبواب، برضو تقول لنا المعلومة دي. منتج جديد هندخله السوق المصري. منتجات اللي ممكن تضاف للسوق المصري يعني. مهندس، هو مش الابواب مش جديده، كانت بتصنعها GMV بس للكومبليت باكج الشغل بتاعه. فدلوقتي يعني بدات GMV يعني تعمل كيت حتى بتاع ابواب على حسب الطلبيات. طمعت في السوق المصري، هي سوق كبير وواعد وبيستوعب، فنعمل كمان ابواب ونعمل مصنع ابواب. ده النمو يعني. محتاجين زي ما انت لسه قايل حضرتك من شويه، محتاجين بنلاقي منتجات جديده السوق محتاجها، بنبتدي نتماشى معاها. ان شاء الله بيتم دراسات يعني استجابه للطلبيات السوق زي ما قلنا في الاول اول باول. وحقيقه ان يعني اسم GMV في مصر النهارده بقى معروف كويس جدا وبقى يطلب بالاسم يعني. عشان كده احنا حطينا منتجات الجديده، او انتوا بقى هتطمعوا بقى في الحاجات الكومبليت باكج، في الهوم ليفت، الحاجات العاليه والاحمال الكبيره، وبرده طمعانين في الهوم ليفت. اعتقد يعني عندنا كومبليت باكج هوم ليفت يناسب الفيلا المظبوط. اشتغل مع حضرتكم في الكومبليت باكج، إن يعني نروح لتلبية طلبيات شركة تانية من السوق. يعني الكومبليت باكج سواء في الهوم ليفت، في الهيدروليك اسانسير عادي، ولا حتى في الالكتريك الجيرس. مادام GMV عندها المنتجات دي كلها بمعايير أوروبية، فليه لا ما نوفرهاش حتى للسوق المصري. وحقيقة السوق واعد مستوعب من مشاريع كتير قوي. بنحتاج النوع ده من الأسرات الهوم ليفت. Mr. Joan, I want you to talk about
give me more information about the future of the new products in GMV. Only a little Please, maybe more than a little. new line introduce EOT some components, okay? New models of home leaf matching room less, new line of research the production of doors, and in the case of the package complete leaf to solutions with traction leaf, maybe with a more higher speed, but now it's only Very good. News, very new informations. Yeah, very good. always we are working to introduce new products, complete this. Maybe GMV is the first to introduce the MRL home leaf in the case of the double leaf, home leaf and residential building, the whole unit inside, produce car doors, landing doors, cabin, the case of template package. We will have solutions in the traction leaf with cover ropes. Yeah, and we always, all the complete package is safety with the certificate in European regulation, safety, friendly, and with the new line of working in the new years. Since we are talking about the new product, the complete package, how many years for the warranty can we offer to the Egyptian market? Warranty, like guarantee, how many years? Now we have the option, we have the guarantee, the case of package complete 10 years. 10 years. This is, I think it's new to the market. 10 years warranty for complete package elevator is very good. It's not common here. Yeah, very good. We have designed our complete package to the target with quality. Then we know that we have our warranty is more longer than another factors. Mr. Joan, it was pleasure having you this visit, and we are up to the next visits. Thank you. Grazie. شكرا. نعمل لقاء مشكور جدا على اللقاء المتميز. دايما الاسم الود والمشاركة بيننا حقيقي بجد. شرحنا كده وافتكرنا مع بعض السنوات اللي فاتت ازاي الشراكة بتاعتنا ممتدة ومستمرة، وإن شاء الله في دايما باستمرار. وكان معتاد ما بنغيبش عن بعض كتير، فإن شاء الله عندنا معرض عالمي في شهر فبراير 26. كان معتاد طبعا أصحاب المكان، أصحاب المعرض مش ضيوف لينا، لأن المعرض باسم GMV. كان معتاد بالإقامة عندنا في مصر GMV شركاء نجاح وعندنا. Sergio, grazie.